تيجي من هنا، من تسويق التذاكر، من المباراه، من القصه اللي انا بعرضها دي. معلش انا بجري عشان التزم بالوقت. فانا اللي متحكم في كل اللي داخل ده من اول من الهدف من فوق. فالحمد لله الرقمنه دي لعبت معايا المره دي، هي اللي عملت عمليه الانقاذ ليوم الجمعه اللي هو يوم الجمعه البيضاء، مش الجمعه الحاجات دي. وبعدين وصلنا بقى ان انا اللي اخطط واقعد مع المدير الفني، ولذلك سيستم الاداره نفسه اتغير. ده انا قبل ما اوقع العقد لازم اقول لمدير الكوره تعالى اللعيبه دي تاكد لي ان مفيش حد موقع مع راعي منافس. بقت قصه ثانيه خالص، لانه لو ماضي مع راعي منافس هلاقي المحتوى بتاعه هناك. فبقى عندي رقم 20 مليون جنيه. طب لا لو سمحتوا، الرقمنه لعبت عندنا دور في التسويق بشكل عاجل كده. انا بقول لحضراتكم احنا دلوقتي كماركتنج بنتحكم في حاجات كتير. طيب التمرين كانت حاجه مهمله، الرقمنه حولت التمرين بتاع الفرقه لقيمه، ولذلك احنا المره دي هيظهر عندنا التمرين لانه بقى يتصور ويطلع على السوشيال ميديا فقرات منه. وهنا هتخش مشكله مع المديرين الفنيين، لان عندك مثلا 6 رعاة، لو اديت كل واحد 3 دقايق بس، وده مفهوم الحصريه. انا بجري وبدي كده كلمات كل واحده عايزه مشروع احسن. المفهوم الحصريه اتغير. طب حصريه على مين؟ معنى الحصريه يا اما تدي مميزات يا تمنع المنافسين. تمام؟ فكل ما هتدي منافسات معناه انك بتطلع سر التمرين للمدير الفني. المدير الفني يقول لك ايه؟ هشرح يصور. طب نصور ايه؟ فلازم كنا ننسق مع المدير الفني. فالخريطه دي خريطه توليد الايرادات بتعتمد انك تحدد هدف النادي نفسه عقله ماشي ازاي، فلوسه ومدفوعاته امتى، هتدفع مقدمات العقود، هتعمل كذا هتعمل كذا، مواعيد التمرين هتبقى شكلها ازاي، السوشيال ميديا ماشيه عندي ازاي. كل الادارات دي بتشتغل معانا احنا دلوقتي. اخر حاجه بقى، احنا عندنا 3 مراحل في الرقمنه كده. كنا في الاول الموضوع بالنسبه لنا بسيط لحد ما رحنا للCRM اللي هو كاستمر ريليشن مانجمنت، اداره العلاقات مع الزبون، مع العضو بتاعنا. العضو بتاعنا انا عندي قاعده البيانات بتاعته، فبدير العلاقات، فبعرف بيخش امتى على السوشيال ميديا، فببدا ادون عندي بقول للرعاه قاعده البيانات اهو، فبيبعت الرساله انتوا هنعمل العرض بتاعنا امتى، لحد ما احنا دلوقتي بقينا نشتغل في حاجه ثانيه، ان احنا نعمل الاستهداف المفرط. بقى كل عضو عنده له شخصيته المستقله بمحتوى مستقل، لان بقى خلاص انا عارف هواياته، عارف بيخش الساعه كام، عارف انواع الفيديوهات اللي بيحب يخشها، عارف اللاعبين اللي بيحبهم، عارف تصريحات المدربين اللي عايزها. فبوجه ده على مدار ال 24 ساعه. فانا طول ال 24 ساعه شاغل بال الزبون بتاعي بمحتوى رقمي مهم جدا، لان ده كله الرعايه داخله ورايا، البث داخل ورايا. دي القصه اللي احنا كنا بنشتغل عليها بسرعه كده. يعني الموضوع اعتقد ان احنا يعني اساتذتنا من وجودهم يعني عايزين نستثمر خبراتهم، وان احنا نخش في مشروعات بحثيه جديده. بلاش احنا نمشي، لان فعلا على فكره كل يوم بفكر فيه 5 مديرين مش لاقيهم نتيجه لان المؤهلات الوظيفيه للشغلانه بقت في حته ثانيه. شكرا جزيلا معاكم.